صحينا من النوم النهارده وقالوا لي يا مستر الحق الفاينل قرب. فاول حاجه جت على دماغي هو طالب جريد 6، لان عندنا اقوى ريفيجن في الساينس مع مستر سيد الجعفري وزكي المعاصر. يلا بينا نبدا. احنا دلوقتي عندنا تو تيست من الفاينل اكزامينشن من الاسسمنت بوك بتاعك. مهم جدا يا صديقي تفتحه تحل معايا كويشن باي كويشن عشان تفهم وتحل ونراجع مع بعض. طب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هتشير الفيديو ده عشان زي ما انت استفدت غيرك يستفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ليتس جو. choose the odd word. choose the odd word. دلوقتي انا عايز اختار الكلمه المختلفه. انا معايا هنا deposition, melting, weathering, erosion. لو خدت بالك deposition, weathering و erosion شبه بعض. ليه شبه بعض؟ لان دول اللي بيساعدوا او بيهلب في تكوين مين او فورميشن مين السويل. طب يا ميلتنج يا مستر يعني ايه اصلا ميلتنج؟ ميلتنج دي بتاعت الوتر سايكل. ميلتنج دي انا كنت بحول هنا السوليد لايه؟ لوتر او مثلا ليكويد. فهي دي كده البروسيس اللي هي بتاعت الميلدنج، فهي دي الوحيده اللي هتكون الادورد. Right scientific term number one: an environmental factor that affect plant growth and food formation. ايه الفاكتور يا ترى اللي بيأثر على الفود فورميشن، تكوين الطعام ونمو النبات؟ مستر والله النبات محتاج ايه؟ محتاج لايت ومحتاج ووتر، صح؟ معنى كده هم دول الفاكتور. انا اقول له هنا availability of water and light. حلو. Number two: the seasonal movement of animals from one place to another and considered a behavior adaptation. أنا دلوقتي لو جيت قلت لك animal بيروح من مكان للتاني كل سيزون، معنى كده دي يا مستر دي أكيد migration، دي هجرة. فأقول له هنا دي كده migration. وخلي بالك إن المايجريشن دي تعتبر إيه؟ والله يا مستر قال لي حتى هو قالها لي considered behavioral adaptation مش structure، لأن هي مش موجودة في البادي بتاعه. Number three: a process in which liquid is changed into gas. الليكويد لجاز. ايه البروسيس دي؟ وطبعا هنا بيجيننج انرجي. مستر لو خدت بالك انت مثلا لو عندك هنا ليكويد، عندك هنا جاز، عندك هنا سوليد. عشان اعمل كونفرجن من جاز لليكويد ومن ليكويد لسوليد، يعني مثلا انا جاي من هنا لهنا، من هنا لهنا، من جاز لليكويد، انا محتاج اعمل ايه؟ كوندنسيشن. حلو. يعني انا دلوقتي اقدر اكونفيرت الووتر فيبر مثلا لووتر عن طريق ايه؟ عن طريق بروسيس اسمها كوندنسيشن. طب انا معايا ووتر، معايا ازازه ميه، عايز احولها لسوليد، احطها فين؟ في الفريزر، يعني اعمل لها كده فريزنج، ودي فريزنج بروسيس. حلو. طب يا مستر لو جيت بقى من سوليد لليكويد ومن ليكويد لجاز، انا بقى معايا ميه والميه دي تلج او ايس. الايسد ووتر هنا عشان احولها لووتر ليكويد انا محتاج اعمل ايه يا مستر؟ محتاج اعمل ميلتنج بروسيس. حلو. طب من ليكويد لجاز، انا دلوقتي معايا ميه وابويا مثلا طلب مني اعمل كوبايه شاي، فاحطها في الكاتل واحطها على النار عشان هديها ثيرمال انرجي فتتحول من ووتر لايه؟ لووتر فيبر. فانا دلوقتي اعمل لها ايفابوريشن. حلو. لو خدت بالك طول ما انا ماشي يمين فانا بيحصل جيننج ثيرمال انرجي. يعني انا دلوقتي ممكن اقول ان دول كلهم كده جيننج ثيرمال انرجي. طب طول ما انا ماشي شمال كده باي ليفت كوندنسيشن وفريزنج، ايه ده؟ ده انا بلوزنج الايه؟ الثيرمال انرجي. كده لوزنج ثيرمال انرجي. حلو. طب يا مستر
ايه هو اصلا السؤال؟ انا فهمت هنا ان انا دلوقتي معايا 3 ستيت اوف ماتر: ليكويد، جاز، سوليد. من ليكويد، بصوا كده، من جاز ليكويد، ومن ليكويد لسوليد بيحصل لي هنا لوزنج ثيرمال انرجي. يعني مثلا اعمل كونفرت الجاز ستيت وليكويد ستيت، بعمل بروسيس اسمها ايه؟ كوندنسيشن. حلو. طب من ليكويد ستيت لسوليد ستيت بعمل بروسيس ثانيه اسمها ايه؟ فريزنج. برافو. طب من سوليد لليكويد بعمل بروسيس اسمها ميلتنج. طب من ليكويد بقى الجاز ايفابوريشن. حلو جدا. طب وهنا طول ما انا ماشي يمين بيحصل جيننج ثيرمال انرجي. يعني نمسح الكلام ده ونشوف بقى السؤال بتاعي بيقول ايه. السؤال دلوقتي بتاعي بيقول لي process which liquid changed into gas. من liquid لجاز، يبقى اكيد يا مستر انا بعمل evaporation. حلو. ودي بيحصل لها ايه؟ gaining thermal energy. gaining energy. Number 4, the several shortage of water available in an area. لو مثلا في اريا، الاريا دي فيها shortage of water، فيها نقص في المياه، يبقى انا كده اكيد معايا، او الحاله دي اسمها ايه؟ دروت. فاقول له هنا ده بيتكلم عن ايه؟ الدروت، الجفاف. حلو جدا. احنا دلوقتي خلصنا choose وخلصنا scientific term، نخش بقى على choose correct answer. Desertification result from. يعني ايه يا مستر desertification؟ يعني انا دلوقتي اعمل صحراء، اعمل ديزرت. لو انا دلوقتي بيحصل ديزرت دي اساسا بتتكون ازاي؟ لو معايا مثلا فورست، معايا غابه، الغابه دي شلت منها التريز وشلت منها كل حاجه، فهيحصل تتكون ايه؟ ديزرت. فانا معنى كده اختار الحاجه زي كده: horticulture، ولا allowing native plants to flourish، ولا gradual farming، ولا over cutting of forests. لا يا مستر، هي دي اقرب ايه؟ answer. over cutting of forests، ان انا القطع الزائد للغابات، انا يكون ايه؟ desertification. بعد كده او حل التصحر. correct underline words. Flowing a diet is one of the environmental factors that influence human growth. يا ترى ايه الفاكتور اللي هو الدايت اللي بيأثر على الهيومن جروث؟ ده environmental factor؟ لا يا مستر، يعني مش هو environmental factor. امال ايه؟ اقول له هنا لايف ستايل تشويسز. اختياراتك يا استاذ، اختياراتك هي اللي بتأثر على الهيومن جروث. لايف ستايل تشويسز. حلو. فانا فهمت هنا دلوقتي ان لايف ستايل تشويسز هي دي اللي بتأثر على مين؟ على الهيومن جروث. Number 2, the behavior adaptation of the organism is related to its body structure. يا ترى ايه اللي ليه علاقة يا مستر بالبادي structure؟ structural adaptation ولا behavior adaptation؟ لا طبعا يا مستر، زي ما انت قلت لي قبل كده ان هي structural adaptation. ليه structural adaptation؟ لان اي حاجة موجودة في البادي structure في تركيب الجسم دي يعتبر هنا structural adaptation. طب يا مستر ايه البيهيفير دي؟ عبارة عن act او سكيل مثلا بيعملها، فمعنى كده ان بيهيفير غلط، فتبقى هنا ايه؟ structural adaptation. حلو. نمبر 3، warm moist air is more denser. لو انا عندي هنا مثلا air، cold air و hot air، يا ترى مين هيكون denser اكتر؟ يعني هنا مين هيطلع فوق التاني؟ مين في الدنستي هتكون اكبر؟ لو خدت بالك انت معاك مثلا ووتر، الووتر دي معاك كولد ووتر ومعاك ورم او هوت ووتر. الهوت ووتر هتطلع لفوق لانها هتكون ايه؟ ووتر فيبر. حلو. حتى مثلا لو جيت قلت لك مثلا انت بتعمل ايه؟ باستا او بتعمل مكرونه مثلا، او انت بتعملي مكرونه، وانت بتعملي مكرونه بحط الميه وبعد كده الاقيها بعد شويه بق 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 بق. وكل شويه لما احط مثلا المكرونه عليها ايه اللي بيحصل؟ بيحصل كده، يعني بيحصل في ووتر بتطلع لفوق، وفي ووتر تانية بتنزل لتحت. قال لي هنا ان الهوت ووتر بتطلع لفوق لانها less density. يعني اقول له هنا دي كده less density. طب ليه دي بتنزل لتحت؟ اقول له والله عشان دي more density.
فانا فهمت دلوقتي ان هنا الورم مويست اير هي شبه الووتر. ليه يا مستر؟ ده ورم، اي ورم بيطلع لفوق. ليه؟ عشان هو less density مش more less. حلو. نمبر 4، the air particle density increases. يعني الدينستي بتاعت الاير بارتيكل امتى بتزيد؟ في الميدل بتاع الماونتين، ولا في التوب، ولا في البوتوم؟ تخيل كده، انت معاك هنا اير، فانا فهمت ان المور دينستي هو اللي بينزل لتحت، والليس دينستي هو اللي بيطلع لفوق. فهو بيسألك هنا عن الدينستي او البارتيكل اللي عندها دينستي اكبر، فاكيد فين؟ برافو عليك، اللي قلت بوتوم، فقال لي هنا تعتبر في البوتوم اوف مونتي. حلو. نمبر 3 خلصنا كويشن نمبر 2، نخش على كويشن نمبر 3. But true or false, sand particles in the soil are the largest sized particles. الساند بارتيكلز اللي هي جزيئات الرمل اللي موجودة في السويل هي أكبر سايز بارتيكل. أكيد يا مستر دي ترو، برافو عليك اللي قلت ترو. اللي بعد كده what happen if the poison dart frog doesn't have big eye. يا ترى ما عندهاش big eye؟ هي عندها big eye عشان تقدر تشوف فين at night. طب لو ما عندهاش big eye فأقول له هنا مش تقدر تشوف at night. It can't see at night. مش هتعرف تشوف ايه بالليل. حلو. نمبر 2، وده سؤالك انت بقى يا صديقي. when water gain high heat energy. لما الووتر بتجينينج ثيرمال انرجي او هيت انرجي. انا لسه شارحها دلوقتي، لو ما شفتهاش رجع الفيديو سنه وهتشوفها. طب دلوقتي السؤال ده انا عايزه في الكومنت اللي يعرفه، وهنحله في اخر الفيديو. لو ما تعرفوش اتفرج على اخر الفيديو. when the weather number 3 when the weather is dry for a long time. لما الويذر يكون دراي جاف لفتره طويله، يعني اول حاجه هتيجي في بالك ان في تورتد في الووتر، في نقص في الاماونت اوف ووتر، في نقص في كميه الميه. يعني يا مستر لو في نقص في كميه الميه اكيد هيحصل دروت، هيحصل جفاف. فاقول له هنا دروت اكيوز. بس كده. Number 4, complete the following sentence. Decomposers break down organic matter. الديكمبوزرز بتكسر الاورجانيك ماتر بتاعت الديد اورجانيزمز، بتكسرها الكومبوننت. الكومبوننت بقى دي، الكومبوننت دي بتكون ريتش في نيوترونز، غنيه بالعناصر الغذائيه. ودي طبعا وظيفه او من اهم وظائف الديكمبوزرز، ان احنا من غيرهم يعني ولا نسوى ولا اي حاجه. ليه يا مستر؟ لان كل حاجه موجوده او كل ليفنج اورجانيزم موجود على الارث هو فعلا خلق بقدر، يعني خلق يعني ليه اهميه. طب دلوقتي الديكمبوزر انا فهمت ان هي بتحول الاورجانيك سبستانس لنيوترونز او كومبوننت ريتش في النيوترونز. اسم الكومبوننت دي بقى ايه؟ اللي اسمها هومس. حلو. letter B explain scientific reason some plants have shallow و short roots. زي ما انا عارف ان في بلانت مثلا، نرسم بلانت، انا ما بعرفش ارسم فانا اتخيل ايه دي بلانت، دي كده الروتس بتاعتها. في بلانت تانية الاقيها بص كده عندها لونج روتس. ليه في بعض النباتات عندها شورت روتس؟ شورت روتس يعني معنى كده ان في هنا على السيرفيس او اير سيرفيس، بص كده هنا ده الاير سيرفيس، بيكون فيه، نعملها مثلا باللون ده، بيكون فيه ووتر هنا. فانا فهمت يا مستر ان الشورت روتس بتاعت البلانت دي هي اصلا شورت عشان تقدر تابزورب الاماونت اوف ووتر، الليتل اماونت اوف ووتر اللي موجوده النير جنب الايه؟ الاير سيرفيس. حلو. طب مثلا في دروبس اوف ووتر هنا انديو، يعني هي دلوقتي فهمت ان الشورت روت دي
ليها اهميه. ليه يا مستر؟ لان هي لو رينج روتس مفيش ميه هنا، هنا مفيش ميه، فعشان كده هي اصلا ربنا خلقها شورت روتس عشان تقدر تابزورب الاماونت اوف ووتر اللي هي قريبه منين؟ من الاير سيرفيس دي. فاقول له هنا ليه بعض البلانتس some plants have shallow short roots، هقول له to absorb a little amount او ال available معنى اصح available amount of water اللي هي which near to earth اللي هي قريبة منين؟ من الاير سيرفيس. برافو جدا يا صديقي. حلو. نمبر 2 الووتر فولز داون اندر جراوند. اي حاجة لو سبتها من فوق هتنزل لتحت. يعني مثلا معاه هنا البن ده هينزل لتحت لوحده. طب ليه؟ اكيد في حاجه الفورس دي بتاتراكت الاوبجكت اللي هاف ماسز، اللي عندها ماسز. يا ترى هي مين؟ برافو عليك، تفكيرك صح، الجرافيتي. فاقول له هنا ليه الووتر بتنزل تحت للجراوند وهي بيحصل لها ووتر او رين فولينج؟ فاقول له هنا due to gravity force. Number 3 the dangers of flooding increases if the land frozen. تخيل كده انت معاك كوبايه، الكوبايه دي فيها ايس. الايس موجود بشكل كبير، يعني انت سبتها مثلا 3 ايام في الفريزر. المهم رحت جبت الكوبايه دي وحطيتها او حطيت فيها ميه. حلو. الميه هتفضل موجوده على الايه؟ على السيرفس، على السطح بتاع مين؟ بتاع الايس. يعني معنى كده ان الايس مش هيقدر يابزورب الوتر الموجوده حواليه. معنى كده لو خدت بالك ان هو نفس السؤال بيقول لي هنا ليه خطوره الدينجرز بتاعت الفلودنج بتزيد لو اللاند دي فروزن. عشان اللاند في الطبيعي لو في مثلا فلاد او في فيضان، اللاند او الارض بتابزورب الووتر. حلو. طب لو هي اصلا فروزن، لو هي ساتوريتد متشبعه اصلا بالووتر، فاكيد مش هتابزورب. فاقول له هنا because the frozen land cannot absorb water. مش تقدر تابزورب الايه؟ الووتر. عشان كده الدينجرز بتاع الفلودنج هيحصل له ايه؟ انكريزز. كده خلصنا كويشن نمبر 3. وكده خلصنا يا صديقي تيست نمبر 1. في سؤال انا قلت لك حله، تعال نشوف. السؤال بتاعي هنا when water gain high heat energy. لما الووتر يجين هاي هيت انرجي ايه اللي بيحصل؟ والله يا مستر زي ما انت قلت لنا هنا في السؤال هنا، وعملنا الدايجرام بتاع ال 3 ستيت اوف ووتر اللي هم مين؟ اللي هم ليكويد وسوليد وجاز. عرفت هنا لما الووتر تجين ثيرمال انرجي زي المثال او الاكزامبل بتاع الميه او الشاي اللي انت هتعمله لوالدك، فمعنى كده انا فهمت ان الووتر دي هتحول لايه؟ ووتر فيبر. برافو. يعني هيحصل evaporation. يعني اقول له هنا الووتر هيجين هاي هيت انرجي، والله اقول له هنا it will convert، هتتحول from ايه؟ برافو عليك، from liquid state، تحول من liquid state to gas state. حلو. by process، بعملية اسمها ايه البروسيس دي؟ by evaporation process. وكتير منكم يا صديقي انا واثق ان هو حل السؤال ده. احنا دلوقتي خلصنا تيست نمبر 1. مهم جدا 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 تركز في كل بوينت وتشوف قد ايه الاسئله دي مهمه وهتتكرر كتير وهتيجي باذن الله في الفاينل. استنى او شوف كده في الفيديو موجود على السوشيال ميديا بلاتفورم لذاكر المعاصر والسوشيال ميديا بلاتفورم بتاعت مستر سيد الجعفري، وهتلاقي الكويتشن او تلاقي التيست نمبر 2 موجود برضو، مهم جدا 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 تتفرج عليه.
وكمان ما تنساش تعمل شير ولايك كومنت وشير بالذات لاصحابك عشان يستفادوا زي ما انت استفدت. كان معاكم مستر سيد الجعفري، هنقفل الساينس والكيمستري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.